تحط شخص في بالك، الشخص ده بقى كراش او حد مثلا معين انت انفصلت عنه، ممكن يكون حتى الحبيب. يعني لو انتوا في علاقة دلوقتي الفيديو هيصلح لكل انواع العلاقات. هنشوف مع بعض بقى مشاعره تجاهك ايه. معانا مجموعتين، المجموعة الاولى لون البامبا، المجموعة التانية اللون الاسود. اختاروا بالاحجار او بالالوان او اختاروا بالحروف، هسيبها لكم في صندوق الوصف. هسيبكم ثواني تختاروا ونبدأ على طول. تمام، نبدأ بالمجموعة الأولى اللي اختارت اللون البامبا أو اختارت بالحروف. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك. خلونا بقى نشوف مع بعض مشاعر الشخص ده اتجاهك ايه. بسم الله. اوه حلو قوي. طيب خلينا برضو نشوف كروت تانية. والله هو من ناحية مشاعره فمشاعره قمر يعني، بس هو واضح كده انه هيطلع لنا بقى مقلب، وهو انه هيطلع في طرف تالت. واضح ان هيبقى فيه مشكلة، بس المشكلة دي انت عارفها. اوكي، ليه بقى؟ لان حضرتك الطاقة بتاعتك انت اولا متعلق جدا 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 بشخص، والشخص ده ممكن بقى يكون هو اللي انت اكيد بتسأل عنه، يعني فاهم؟ بنسبة كبيرة هيكون هو ده اللي انت بتسأل عنه. الشخص ده انت متعلق بيه جدا، وبينكم على فكرة علاقة، يعني ممكن جدا يكون بينكم شغف عالي قوي. ممكن وارد قوي لبعضكم يبقى في علاقة جسدية بينكم وشغف جسدي بينكم. في حب كبير، في شغف كبير، في تعلق فظيع من ناحيتك، انت متعلق قوي بالشخص ده. وللأسف انت دلوقتي مجروح قوي، يعني انت في حاجة بقى مخليك متألم. ممكن تكونوا انفصلتوا، ممكن تكونوا مثلا مع بعض في العلاقة، بس انت مثلا لو في طرف تالت زي ما بقولك كده، فانت مثلا ده وجعك قوي. ممكن تكون مثلا بتحبه قوي قوي قوي، وحاسس ان هو مشاعره تجاهك موجهة بس اتجاه العلاقة الجسدية. فانت حاسس ان انت لا، انت محتاج منه يحبك اكتر من كده، يقدرك اكتر من كده. في حاجة جرحاك، حاسس بخسارة، حاسس انك مجروح، حاسس ان انت بتحب الشخص ده قوي ومتعلق بيه قوي. في مشاعر سامة شوية في العلاقة دي وجاية من ناحيتك. اقصد بيها التعلق، اللي انت متعلق بيه قوي، انت متعلق بالشخص ده قوي. ودي دي المشاعر السامة اللي بتدمر حياتك انت. على فكرة هي مش بتدمره هو، هي بتدمرك انت. فخد بالك وحاول تفك التعلق ده بأي طريقة من الطرق. طيب بالنسبة بقى لمشاعره، عايزاك تركز معايا كويس قوي، لان انا هقولك كلام خطير قوي دلوقتي. هنحلل مع بعض كده حاجات كتيرة قوي في شخصيته. اولا الشخص ده بيحبك، بيحبك جدا، حاسس بمشاعر رومانسية تجاهه كبيرة 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 جدا. تجاهك، سوري، تجاهك انت. مشاعر رومانسية كبيرة قوي. ولكن المشكلة في ايه بقى؟ المشكلة، ودي مشكلة كبيرة مش مشكلة صغيرة، ان هو عنده مشاكل بتمنعه ان هو يواجه حقيقة مشاعره دي. عارفين يا بنات، خصوصا لو انتوا بنات اللي بتسمعوني، اغلب اغلب الرجالة بيعيشوا قصة حب فظيعة قوي، ولكن ما عندهمش الشجاعة ان هم يكملوا او يستمروا او يتزوجوا بمن يحبون. فاهمين؟ يعني هم عندهم الشجاعة قوي يحبوا ويقضوا اوقات لطيفة، لكن ساعة الجد، ساعة ان هو ياخد المشاعر دي الليفل حقيقي، علاقة جادة، ان هو يقول مثلا ايه، انا مش هتخلى عنك، ويتمسك بيكي ويواجه الدنيا عشانك، مفيش الكلام ده. هم اجبن من انهم يعملوا كده. اغلب الرجاله الا من رحم ربي، في نوعيه كده من الرجاله بتحب نفسها، بتقدر نفسها، ما بتخافش من الحب، ما بتهربش من الحب. الشخص ده بقى للاسف من النوع التاني، من النوع اللي هو بيخاف ان هو يحب، لانه الحب بالنسبه له بيخليه يحس ان هو هيفقد السيطرة على نفسه، وهو مش بيبقى عايز كده. ممكن يكون بيخاف يتجرح، ممكن يكون عنده مشاكل من الطفولة، واكيد عنده مشاكل من الطفولة. كلنا عندنا مشاكل من الطفولة. الشخص ده مشاعره اتجاهك، هو بيحبك وحاسس ان هو يعرفك من زمان. يعني ممكن جدا تكونوا انتوا فعلا علاقة من حياة اخرى. بس هو واكيد قالك الكلمة دي، على فكرة اكيد قالك انا
انا حاسه ان انا اعرفك من زمان، انا حاسه اني قابلتك قبل كده، انا خدت عليك بسرعه قوي، انا معرفش ايه، انا برتاح معاك قوي. فهو مشاعره اتجاهك حلوه، لكنه موجهها غلط. يعني هو مثلا حاسس مشاعر اتجاهك قويه جدا ورومانسيه، بيوجهها عشان يهرب من المشاعر دي، بيوجهها اتجاه الشغف الجسدي. فتلاقيه يخش معاك في علاقه جسديه، يقول لا لا ده اكيد مجرد شغف جسدي، احنا بنستمتع مع بعض بالوقت وخلاص. لكن ما بيقولش استنى، ده البني ادم ده مميز، ده البني ادم ده انا ما بحسش بالامان لو انا معاه، ده البني ادم ده هو اكتر حد فاهمني، هو اكتر حد مريحني. لا، بيخاف بقى من الحتة دي. حتى لو بيقولك انت الكلام ده، بس بينه وبين نفسه بيقول لا، اكيد زيه زي اي علاقة تانية، هو بيهرب. ف بيقولك انا بخاف افتح قلبي، وبخاف ان انا ادي واخد مشاعر، بخاف من ده. وبيقولك كمان ان هو طول الوقت انا ببوظ الاشياء اللي بينا، ببوظ الحاجات الحلوة اللي بينا، لان انا اتعودت اخرب الحاجات الحلوة، ما بصلحش، ما ببنيش، انا بهد، انا ببوظ. ليه بقولك ان هو ممكن يكون في طرف تالت؟ لان هو واضح انه في طرف تالت. ممكن يكون الطرف التالت ده اهله، ممكن يكون وضعه المادي، ممكن يكون علاقة تانية، هو متزوج بالفعل. ايا كان الشيء اللي هو فيه دلوقتي، بس هو ده بيمنعه ان هو يحاول يكتشف مشاعره، يعني ده مش بيشجعه. يعني مثلا لو هو اهله رافضين مثلا ان هو يتجوزك مثلا، او انت من بلد تانية ودي مثلا هم مصممين يجوزوه من بلده، فهي ازاي هيتشجع؟ ازاي هيحاول يكتشف مشاعره هو عارف ان نهايتها مش هينفع تكونوا لبعض؟ طبعا ده مش عذر، لان هو لو شخصيته قوية هيواجه الكل. ولكن نفترض مثلا ان هو شخصيته مش قوية، وده اللي واضح يعني، فهيعمل ايه ساعتها؟ لازم يهرب. هيقول مفيش داعي اصلا ان انا اكتشف مشاعري، ولا احاول اصدق ان انا بحبه، ولا احاول ان انا اخد بالي من مشاعري اتجاهه. فهمتوا ازاي؟ الشخص ده بيتظاهر بحاجات عكس اللي هي جواه. هو ممكن يكون بيبين لك يعني ايه، بيوهمك ان هو حاجة جامدة قوي، بس هو على فكرة ضعيف وهش من جواه جدا. ممكن يكون بيبين لك ان هو مش فارق معاه، وهو اصلا فارق معاه قوي. يعني في حاجة هو بيوهمك بيها. فاهم ازاي؟ دي كل حاجة يا مجموعة رقم واحد. اشكركم جدا، ويا رب يوفقكم ويساعدكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك. اشكركم جدا، مع السلامة. اهلا بيكم يا مجموعة رقم 2 اللي اختارت الحجر الاسود. خلونا نشوف مع بعض مشاعر هذا الشخص اتجاهك، وما تنساش تشترك في القناة وتضغط لايك. انتوا طاقتكم او الشخص ده طاقته مهيبرة أوي. خلونا كمان ناخد رسائل منه. مش بقول لكم هايبر؟ هو نزل لكم رسائل كتيرة قوي، فانا هخليها يعني نزل لكم 5 رسائل، فخلوها نقراهم سوا. حظكم بقى، هو شكله رغاي وعايز يقول كلام كتير. طيب، اول حاجة هناخدها هي الطاقة بتاعتك انت يا مجموعة رقم 2. بنسبة كبيرة قوي انا حاسة ان انت كنت في علاقة جواز، او علاقة خطوبة، او علاقة مثلا علاقة جد قوي كانت. مش علاقة كده عادية، لا علاقة جد قوي. ممكن كمان تكون جواز زي ما بقولك يعني، او على الاقل خالص كنتوا بقالكوا سنين مع بعض مرتبطين. العلاقة دي حصل فيها مشاكل كتيرة قوي 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 قوي، يعني نزاعات وخلافات، ممكن تكون من خلال الأهل كمان، ممكن تكون بينك وبينه. حصلت مشاكل كتيرة بينكم خلتك تنفصل، ولكن انت مش منفصل بطريقة سلبية، مش حزين، مش مكتئب، مش متدمر، لا انت خرجت من الطاقة دي. انت زي ما تكون خلصت يعني، حسيت ان هو ايه، اخيرا. ممكن على فكرة كمان تكون العلاقة اللي انت خرجت منها دي علاقة شغل، يعني ممكن تكون كنت بتشتغل في شركة، المدير مطلع عينك فيها واتخانقتوا خناقة كبيرة، وقلت يلا اخيرا جت من عند ربنا، مع السلامة، مش عايزة اشوف وشكوا تاني. فانت اللي هو ايه، انطلقت وحسيت بالحرية بعد الانفصال ده.
حسيت ان انت حر، حسيت ببداية جديدة، حسيت ان انت عندك امل ان شاء الله بقى انا داخل على حياة جديدة، انا يعني هبدأ حياة جديدة وكده. مش حاسة ان انت يأسان متدمر من الانفصال ده، سواء بقى علاقة او شغل. طيب خلونا بقى نخش في القراية ونشوف مع بعض الشخص ده مشاعره تجاهك ايه اللي انت بتسأل عنه. انتوا ايه حكايتكم النهارده؟ كلكم كده بتحبوا ناس مرعوبة من المشاعر ومش عايزة تعبر عن اللي جواها. طيب يا سيدي، انت تشبه قوي العلاقة او المجموعة الاولى. الفرق بينكم بس هو في الطاقة، يعني انت طاقتك ما كانتش تشبه خالص طاقة المجموعة الاولى، ولكن القراية واحدة قوي، شبه بعض تيبيكال يعني. فارجع اسمعها لان ممكن تلاقي فيها رسائل ليك. الشخص ده عنده عقد ليه علاقة بالطفولة، وممكن يكون عنده أطفال فعلا. يعني ممكن يكون هو مثلا معاه أطفال دلوقتي، والأطفال دول مقيدينه، مثلا مش عارف يتجوز تاني أو يرتبط تاني لأنه مثلا واخدين كل الفلوس والمصاريف. مثلا عنده أطفال، فمش هينفع مثلا ينفصل عن مراته ويجيلك لو هو مثلا انت عايزة تتجوزي واحد أو بتحب واحد هو بالفعل متجوز. ممكن تكون الأطفال دي زي ما بقولك كده، أو زي ما بقولك كده، حاجة ليها علاقة بطفولته هو. بيخاف قوي ان هو مثلا يفتح قلبه في حاجة. بس هو بيحبك برضو، يعني هو زي المجموعة الأولى، هو بيحبك وحاسس ان انتوا علاقة من حياة تانية. حاسس ان انت توأم روح، وحاسس انه مرتاح معاك. شفتوا العلاقات اللي هي بيبقوا فعلا علاقات من حيوات أخرى؟ هو ده إحساسه اتجاهك. شوف بقى بيبقوا حاسين بإيه؟ حاسين براحة، بأمان، بسعادة، بشغف، برضا. بيبقوا حاسين ان هما الدنيا يعني ايه، اكتملت خلاص في حياتهم بقى ليها معنى بوجود هذا الشخص. كل ده هو بيحسه اتجاهك. اوكي، بس هو ما بيعبرش عن مشاعره. ممكن يكون بيقولك انا بحبك ومعاك وقشطة وكل حاجة، بس انت عارف ان مش دي المشاعر اللي انت عايزها. انت عايز حاجة حقيقية اكتر من كده. عايزه يسلم قلبه زي ما بنقول. يعني انت حاسس ان هو لو هو مثلا كان معاك في علاقة وبيقولك انا بحبك ومرتبطين مع بعض، بس انت حاسس ان هو بيقضي وقت، انت عايز ليفل اعمق من كده. انت عارف ان هو بيحبك على فكرة، بس انت كمان عارف ان هو خايف، وعارف انه بيهرب من جوه، وعارف ان هو خايف يعبر عن حبه. يا اما هو كان معاك في علاقة بس ما بينطقش، ما بيقولش، بيقولك لا احنا اخوات وصحاب بس مثلا. آم، الشخص ده في ايا كان بقى الطريقة اللي بيتكلم معاك بيها، هو عنده مشاعر اتجاهك على فكرة، وعنده مشاعر قوية ورومانسية كمان. هو بيقولك عموما، بيقولك انا كنت عارف ان لقائنا ده مقدر. هو مش انت مش بالنسبة له مجرد علاقة كده وخلاص. هو عارف ان انت حاجة مقدر ومكتوب. يعني فاهميني ازاي؟ عارفين لما تكون في علاقة مع حد عارف انه الشخص ده اخره معايا يومين، الشخص ده جاي في حياتي لهدف معين، ان انا اقضي وقت معاه وخلاص. انما هو مش كده. هو عارف ان انت مش كده، عارف ان انت شخص مختلف، وعارف ان انت قدر ومكتوب. وفي نفس الوقت ما عندوش حاجة يديها لك. يعني بص، هو بيقولك ايه؟ بيقولك انا ما عنديش حاجة اديها لك، انا ممتلئ بمشاعر سامة، فانا ما عنديش حاجه اقدمها لك اصلا، انا فيا اللي مكفيني. فاهم ازاي؟ ف واضح كمان ان انتوا انفصلتوا. على فكره لو هو ده الشخص اللي كان معاك في الطاقه وانت انفصلت عنه، فهو بيقولك انا اتمنى نكون مع بعض من جديد. هو عايز قوي تكونوا سوا تاني، هو نفسه. بس هو في نفس الوقت بيقولك ايه، انا عايز اكون معاك، بس انا عارف ان مش هلاقي حاجه اقدمها لك. فاهمين؟ فهو عشان كده ممكن يكون مش بيسعى بشكل جد ان هو يقرب لك اكتر، او حتى لو بيسعى وبيحاول معاك وبيلح عليك الفترة دي، فهو بيعمل ده بس مش هيتغير. هيبقى برضه راجع لك زي ما هو، بمشاعره السامة، بخوفه، برعبه. بيقولك انا بخاف قوي وانا معاك، لانه المشاعر اللي انا بحسها، انا عمري ما حسيت المشاعر دي قبل كده، عمري ما عشت مشاعر قوية بالشكل ده. فانا خايف، لانه انا مش متعود. انا متعود على علاقات طياري كده وخلاص، على علاقات ملهاش قيمة. انما انت حاجة كبيرة، حاجة مقدر ومكتوب. فالموضوع ده مخليه بيهرب منك شوية. في حاجة كمان أنا مش فاهمة الرسالة دي صراحة، وعايز يقول بيها إيه يعني. بس أنا هقولها لك، وأنت بقى إيه، أنت أكيد هتفهمها. يعني فاهم؟ أنت هتفهمها لأنك أكيد فاهمه. بيقولك تفتقد حياتي للإثارة ولا ترضيني. يعني حياته مش راضياه.
مش راضي عن حياته يعني، أريد شيئًا مختلف وبيقول لك أنا حاسس بالملل. بس أنا مش حاسة إن هو حاسس بالملل اتجاهك أو اتجاه علاقتكم مثلًا، أنا مش عارفة بقى هو عايز إيه من الرسالة دي، أنا هاسيبها لك أنت تفسّرها وتفهمها، بس هو كل الرسايل التانية بيقول لك إن هو آمم كلّها بتقول إنه بيحبك ونِفْسه تكونوا مع بعض، بس في نفس الوقت بيخاف يعبّر عن مشاعره لإنه عنده مشاكل من الطفولة، ولإنه بيخاف ولإنه أصلًا مشاعره سامة، فهو ما عندوش حاجة يقدّمها لك، أوكي؟ فبس يعني ربنا معايا يا رب ومعاك ويساعدكم. باشكركم جدًا يا مجموعة رقم 2، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك، باحبكم جدًا، مع السلامة.